من جملة الأخلاق الرضا بقضاء الله. عندنا صبر، هذا مفهوم، وعندنا الرضا بما قضى الله. واحد أي شيء كتب الله له ليعيش تناقض داخلي بينه وبين هذا الواقع القائم. أنتم تعانون مشكلة مثلا، كل واحد يعاني مشكلة، ماكو واحد ما عنده مشكلة. واحد دائما يعيش تناقض داخلي لأنه يعاني من هذه المشكلة، هذا يحطم دنياه. واحد قبيح مو حلو، هذا دائما يحمل تناقضا ويحمل هما، هذا يدمر دنياه قبل آخرته. واحد يعاني من آفة، من نقص، يعيش هذه العقدة، هذا يدمر حياته. ديل كارنيجي هذا الرجل المعروف يقول أنا بحثت، ما أعلم، يقول 40 عام، إيش قال 30 عام، حول سر السعادة في هذه الدنيا. بعد هذه المدة الطويلة توصلت إلى هذه الكلمة، هاي الكلمة اللي أئمتنا قالوا لنا قبل 1400 عام: ارضى بما كتب الله لك. تكيف، مو تكيف خارجي، تكيف نفسي أيضا. الرضا بقضاء الله، الصبر على المشكلات، طلاقة الوجه، البشر، العفو، الإغماض. واحد عندما ما يعفو عن الآخرين يحترق بهذه النار التي أوقدها. أما إذا تجاوز القضية تنتهي القضية خارجيا ونفسيا.